أتذكر البيت اللي كنت قاعدة بيه أني وكانوا عائلتي ووالدي ووالدتي وأخواني وخواتي وبيبيتي وجدي كانوا يعيشون وياي، وبيت كلش بسيط وحلو كان. وأتذكر الغرف ماله وأتذكر الطرمات، هسه وبعدهم دائما أحكي حتى لأولادي لأحفادي أقول لهم كلش كنت أحب ذاك البيت لأن ذكرياتي وعمري وقضيته هناك. وحتى كان عندي صديقاتي بالمدرسة دائما كانوا يجون علي، ويعني نسأل أسئلتنا نجي نروح، عشنا حياة حلوة، بس إلى أن يوم اللي صار وسفرونا. يعني انظلموا وظلم الأكراد الفيلية ماكو من عنده خالة، التهجير واخذوا أبنائنا واخذوا بيوتنا واخذوا يعني كل شيء، وأعز من كل شيء يرجع، ما يرجعون ذول الشباب الحلوين اللي كل ذنب ما عندهم وانعدموا. ومن صار السقوط هسه ورا السقوط احنا جينا العراق. طبعا أنا أول يوم اللي يعني الحج قلت له لو أي مكان تاخذني بالعالم ما كيف مثل اليوم اللي أرجع للعراق وأشم تراب العراق وأشوف أهلي.